الاتحاد الجزائري أعلن عن العقوبات اللي صدرت من لجنة الانضباط بشأن الأحداث التي صاحبت مباراة نيجيريا والجزائر. ويمكن في عقوبات قاسية وعقوبات قوية جدا صدرت من لجنة الانضباط من شوية. يمكن صدر قرار بإيقاف حارس مرمى منتخب الجزائر لوكا زيدان مباراتين، إيقاف المدافع الجزائري رفيق بالغالي 4 مباريات منها مباراتين مع إيقاف التنفيذ، كل ده بخلاف الغرامة المالية، وتوقيع غرامة مالية على الاتحاد الجزائري تصل إلى حوالي 100,000 دولار. دي مجموع الغرامات المالية، لكن لما تيجي تتجزأ الغرامات المالية التفصيلة بتاعتها ازاي؟ 5000 دولار نتيجة ان في 5 لعيبة خدوا انذارات في المباراة، 25,000 دولار لان في تصرفات غير لائقة صدرت من بعض اللاعبين والرسميين عقب نهاية المباراة، وده ألحق ضرر بصورة اللقاء، ودي لقطات شفناها كلنا بعد المباراة في ملعب مراكش. في غرامة مالية 5000 دولار بسبب استعمال الألعاب النارية من طرف أنصار المنتخب الجزائري. غرامة مالية على الاتحاد الجزائري أيضا 5000 بسبب رشق المقذوفات من طرف أنصار الجماهير على أرضية الملعب. 10,000 دولار لعدم احترام التدابير الأمنية وإن كان في محاولة تخطي الحواجز الأمنية. وغرامة 50,000 دولار أيضا بسبب تصرفات مهينة ومسيئة، إن في بعض الجماهير رفعت الأوراق النقدية الفلوس يعني، وكان تصرفات تجاه حكم المباراة، وبالتالي مجمل الغرامات المالية 100,000 دولار. يبقى في 2 لعيبة توقفوا، حارس المرمى والمدافع، وغرامة 100,000 دولار على منتخب الجزائر. خدوا بالكم كل المشاكل دي جت نتيجة ايه؟ مشاكل تحكيمية. وانا قلت امبارح وبأكد وبعيد تاني ان البطولة دي تحكيميا كانت 0 من 10. انا بتكلم على البطولة اجمالا، ماليش علاقة مين كسب مين خسر، اثرت في مين، كسبت مين، خسرت مين، لكن في الكواليس فما يدور داخل ملف التحكيم في هذه البطولة، لا كانت في حاجات كتيرة مش كويسة، سواء في التعيينات، في الاختيارات. ما ينفعش تبقى انت بتعمل بريبريشن تدريبات لعدد من الحكام عشان تكليف بمباراه، وبعد ما تخلص تختار حكم تاني غير اللي موجودين معاك. ما كنتش فاهم ده كان بيجي بناء على ايه. ما ينفعش وانت بتعمل تحليل الحالات الفنيه، ودي حاجات مهمه جدا بقولها للناس. ليه؟ لان احنا عندنا ماتش يوم الجمعه، وعندنا ماتشات في افريقيا جايه. لجنه التحكيم اللي بتقود التحكيم في افريقيا الفتره الحاليه والله العظيم محتاجه تغيير بالكامل. الناس اللي جت دي لازم تمشي، ما ينفعش تكمل. واذا كانت الناس المسؤوله عن الكره الافريقيه سواء اتحادات، منتخبات، انديه هتسمح ان ده يستمر، خلاص ما حدش يجي يشتكي بعد كده. لكن انا بقول لك في بطوله الامم كانت في حالات تحكيميه مثيره للجدل كان ممنوع عرضها في معسكر الحكام، ممنوع عرضها، ومش هذكر لمين عشان بس الموضوع ما يبقاش فيه حساسيه. بس انا باكد تاني ان كانت في حالات جدليه في معسكر التحكيم في بطوله الكاس الامم الافريقيه كان ممنوع عرضها على الحكام، رغم ان ده داخل في اطار التثقيف والتعليم والمحاضرات، لكن ما كنتش بتعرض، كان ممنوع عرض الحالات الجدليه. ايه الاسباب؟ مش عارف. هل عشان لو الناس حللت وجابت الحالات وقالت ان في خطا هنا اثر، في قرار هنا اثر، فالمعلومه تطلع، فقال لك لا، يعني خد اقصر طريق اثر السلامه وما تعرضش حاجه، الله اعلم. الحاجه الثانيه كان في حاله تسيب بالمناسبه جوه معسكر التحكيم. يعني انا مش من منطقي ابدا الاقي مثلا حكم، واحد من الحكام الكبار بالمناسبه يعني، الاقيه نازل لابس سماعه غير السماعه بتاعت التحكيم وموجود بيها في ارضيه الملعب. طبعا ده بالنسبه للجنه الحكام عمل رد فعل يعني مش عايز اقول لكم مش طبيعي، وحصل فيها تحقيق وتوقف فيها الحكم الموريتاني عبد العزيز بو بالمناسبه يعني، وما خدش ولا مباراه بعدها. بس فكره ان الحكام نفسها كانت شايفه ان المعسكر مش جد قوي، فكان كل واحد بيعمل اللي هو عايزه. هل يعقل ان حكم ينزل لابس ايربود في ودنه بخلاف سماعه التحكيم؟ هيبقى بقى فيها قيل وقال، انت مشغلها مع مين، بتسمع من مين ما ينفعش. فالحكم اتوقف واستبعد وما خدش ماتشات تاني. وعبد العزيز بو انا بعتبره من الحكام المتميزين جدا في هذه البطوله. عمر ارطان افضل حكم في افريقيا، واخد افضل حكم في جوائز الاتحاد الافريقي، ينزل يدير مباريات في البطوله بعلامه تجاريه مخالفه لعلامه التجاريه بتاعت الكف، فبالتالي غرامه ماليه على الاتحاد الافريقي، فبالتالي استبعد ما خدش ماتشات. ورغم ان وقتها ناس كتير قالت لك ده عنده ماتشات، انا بقول لكم كان مستبعد. عمر ارطان ما خدش ماتشات، كان مستبعد. حكام بتغلط كان بيتم اختيارها، وحكام كانت بتعمل ماتشات كويسه جدا كان بيتم استبعادها. وزي ما قلت واكدت امبارح وبعيد تاني، رأسي حربة هذا المعسكر كان رئيس اللجنه الكونغولي سفاري، وعضو اللجنه الكاميروني. الاثنين دول يعني استمرارهم في اللجنه الفتره اللي جايه اكتر من كده والله العظيم هينعكس بالسلب على كل مباريات الانديه الافريقيه.
هتقول لي ما هو طاقم سنغالي والاسماء جديده، اتمنى يكونوا هم اللي كويسين، اتمنى والله، والله اتمنى. بس انا ما بقاش عندي ثقه خلاص في اداره لجنه التحكيم للملف ده. ورئيس الاتحاد الافريقي نفسه في المؤتمر الصحفي كان مستاء جدا من الاداء، وعايز يعدل وعايز يغير في الملف ده. لكن هل القرار قراره؟ اشك. هل القرار بتاعه؟ اشك. هل هيكون في تاثير على المسابقات الفتره الجايه نتيجه الاخطاء دي؟ انا متاكد ان هيحصل تاثير. انا متاكد ان هيحصل تاثير. بالمناسبه عندنا طاقم مصري بقياده محمود ناجي هيدير مباراه الهلال وصن داونز في الجوله الرابعه من مباريات دوري ابطال افريقيا يوم 30 يناير. طاقم مصري بالكامل في حضور 12 محترفا. المنتخب الوطني الجزائري يواجه وديا المنتخب الفلسطيني. كشف مجد بوقر المدرب الفني لمنتخب الجزائر اللاعبين المحليين لكرة القدم عن قائمة بأسماء 25 لاعبا استعدادا لملاقاة المنتخب الفلسطيني وديا يوم 9 و13 أكتوبر تشرين الأول المقبل ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2025. وضمت القائمة 12 لاعبا محترفا بالخارج بينهما الحارس كريم بوزلوف نادرين الفرنسي ورضا يوسلين لاعب وندز الأسترالي، إلى جانب توفيق شريف مدافع النادي الإفريقي التونسي، وريان قلي متوسط ميدان كرينجز، وعبد الرحيم دغموم لاعب المصري البورسعيدي الذي يستدعون لأول مرة. كما وجد في قائمة أمير سعيود نجم الحزم السعودي، ورفيق جيتان مهاجم إسوار باريا البرتغالي، واللذان استعدا سابقا للعب مع المنتخب الوطني الجزائري، إضافة إلى عادل بيربوينا ورضوان بركان، وهما مهاجما الدحيل والوكراء القطريين على التواليين. واحتفظ مجد بوقرة ب13 لاعبا ينشطون في الدوري الجزائري، بينهم 4 كل من مولودية الجزائر واتحاد العاصمة، ولاعبان 2 كل من اتحاد العاصمة والجزائر وشبيبة القبائل، ولاعب واحد من جمعية أولمبي الشلف. صراحة تشكيلة رائعة سيخوض بها مجد بوقرة مباراة تكون ضد المنتخب الوطني ضد المنتخب الفلسطيني. ستكون مباراة كبيرة إن شاء الله، خاصة تحضير لكأس العرب التي ستكون بطولة لاستعادة واجهة المنتخب الوطني الجزائري تشريف الراية الوطنية. في الأخير إذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسونوش تدعمونا بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس ليصلكم مزيد عن مثل هذه الفيديوهات. السلام عليكم.